تخيل معايا إنك بطل قومي، الناس كلها بتعشقك وفجأة بسبب غلطة وصاحب عمر ندل تتحول لمجرم هارب ومطلوب للعدالة. بطلنا النهاردة مش سوبرمان ولا باتمان، بطلنا النهاردة قط، بس مش أي قط، ده قط لابس بوتس ومعاه سيف ما بيغلطش ونظرة بريئة توقع أي حد. أهلا بيكم في فيديو جديد، وركز معايا عشان النهاردة هنغوص في تفاصيل واحد من أحسن أفلام الأنيميشن، قصة الأسطورة بوس إن بوتس. الفيلم بيبدأ معانا بلقطة لبوس وهو بيستعد ليومه وإنه يهرب من الشخص اللي قابض عليه، عشان بوس بيكون مطلوب للعدالة. بس بنلاقيه بيقول لنا إنه بريء، بس ما بيقولناش هو مطلوب للعدالة ليه. وبعدها بيدخل بار وكل اللي فيه بيبصوله بخوف، وفي البار ده بيسمع معلومة هتشقلب حياته، وبيعرف إن في 2 مجرمين اسمهم جاك وجيل معاهم الفاصوليا السحرية. والأسطورة بتقول إن الفاصوليا دي بتكبر لحد ما بتوصل للسحاب، وهناك في قلعة عملاقة مليانة كنوز، وأهم كنز فيها هي الوزة اللي بتبيض دهب. وبوس بيقرر إن دي فرصته عشان يعوض كل اللي فاته، وبيروح للفندق اللي قاعد فيه جاك وجيل. وهنا بنلاقي إن جاك وجيل دول مش مجرد 2 حرامية، دول وحوش أحجامهم ضخمة لدرجة إن هما بيقتلوا واحد عشان ياخدوا أوضته في الفندق. وبوس بيحاول إنه يتسلل جوه الأوضة بتاعتهم عشان يسرق الفاصوليا، لكن المفاجأة إن في شخص تاني بيحاول يسرقها في نفس الوقت، والاتنين بيتكعبلوا في بعض، تحصل خناقة سريعة بينهم وبيشوفهم جاك وجيل. لكن بيهرب بوس والملثم التاني من على سطح الفندق، وفوق السطوح بوس والملثم بيطاردوا بعض فوق بيوت المدينة لحد ما بيدخلوا مكان سري عبارة عن نادي للقطط. وهنا بتحصل معركة رقص، أيوة زي ما سمعت، القطط بتتحدى بعض في الرقص على المزيكا. وفي نهاية الرقصة بوس بيقدر يوقع قناع الملثم عشان يكتشف إنها قطة اسمها كيت المخالب الناعمة، لأنها خفيفة جدا في السرقة ومحدش بيحس بيها. وبوس لسه هيتكلم معاها بس بيتفاجئ بشخص بيظهر من الضلمة، وده بيكون أكتر حد بيكرهه في حياته، هامتي ألكسندر دامتي، وهو عبارة عن بيضة بتتكلم. وبوس أول ما بيشوفه بيطلع سيفه وبيكون عايز يخلص عليه. وهنا بنفهم إن في ماضي أسود بينهم، وبوس بيرفض إنه يسمع أي تبريرات منه وبيسيبه وبيمشي. لكن كيتي بتروح وراه وبتسأله عن اللي حصل بينه وبين هامتي زمان. وعشان نفهم سر الكراهية دي بنرجع بفلاش باك لمدينة اسمها سان ريكاردو، وبنلاقي إن بوس وهامتي كانوا أيتام في ملجأ، وبتربيهم ست طيبة جدا اسمها إيميلدا. وهامتي كان بيتعرض للتنمر لأنه بيضة ضعيفة، لكن بوس كان دايما بيدافع عنه، والاتنين بقوا إخوة وقطعوا عهد على نفسهم إنهم هيفضلوا مع بعض طول العمر. وكان حلمهم إنهم يلاقوا الفاصوليا السحرية، وكانت هوايتهم في وقت فراغهم إنهم بيسرقوا الناس وكل شوية يتقبض عليهم ويرجعوا للملجأ تاني. لكن الأيام بتمر، بوس بينقذ أم قائد الحرس من تور هايج في مشهد بطولي جدا، وبسبب الموقف ده المدينة كلها بتعتبر بوس بطل قومي، وماما إيميلدا بتهديه البوت الشهير بتاعه. وهنا الغيرة بتاكل قلب هامتي بسبب إن صاحبه بقى بطل وهو لسه بيضة فاشلة، فهامتي بيكون عايز بوس يسرق معاه تاني، بس بوس بيرفض عشان هو بقى بطل القرية. وهامتي بسبب غيرته من بوس بيخدعوا في يوم بالليل وبيوهموا إنهم بيهربوا من الحرس، لكن الحقيقة إن هامتي كان سارق بنك المدينة بالكامل وورط بوس معاه، فالحرس بيحاصرهم. وبوس بيكتشف الخيانة وبيرفض إنه يهرب مع هامتي، وبيرفض إنه يساعد هامتي وبيسيبه يتقبض عليه. وبيهرب بوس من المدينة وهو قلبه مكسور وموسوم بلقب مجرم هارب. وأكتر حاجة وجعته كانت نظرة الخذلان في عين ماما إيميلدا. ونرجع للحاضر تاني، وهامتي بيحاول يقنع بوس إنهم ينسوا الماضي ويشتغلوا مع بعض عشان يسرقوا الفاصوليا من جاك وجيل، وبتكون كيتي معاهم. وبوس بيرفض في الأول لكن بيوافق بس عشان عايز يسدد ديونه لمدينة سان ريكاردو ويرجع شرفه تاني. وبيبدأوا خطتهم، وبنلاقي إن جاك وجيل راكبين عربيتهم المدرعة اللي بتجرها خنازير برية وطايرين بيها في الصحراء. والتلاتة بوس وكيتي وهامتي بيبدأوا عملية الاقتحام، وبوس وكيتي بينطوا على العربية وهي بتتحرك بسرعة وبيحاولوا يسرقوا الفاصوليا من غير ما يحسوا بيهم. لكن بسبب خنزير صغير خطتهم بتتكشف، وبيحاولوا يتفادوا ضربات جاك وجيل اللي بيضربوهم بأسلحة تقيلة. وفي لحظة جاك بيمسك بوس وكان هيرميه،
لكن كيتي بتتدخل بمهارة وبتنقذه، وهنا بيقدروا في آخر ثانية يفتحوا الخزنة ويسرقوا الفاصوليا السحرية ويهربوا قبل ما العربية تتدمر. وبياخدوا الفاصوليا وبيزرعوها في مكان معين في الصحراء زي ما الخريطة بتقول، وبمجرد ما السحابة بتيجي الشجرة بتنفجر من الأرض وبتكبر بسرعة مرعبة لدرجة إنها بترفعهم معاها للسحاب. والمنظر من فوق بيكون خيالي، عالم كامل فوق السحاب، وبيمشوا لحد ما بيوصلوا لقلعة العملاق. بس بيكتشفوا إن العملاق مات من زمان، لكن القلعة مش أمان لأن فيها حارس مرعب اسمه الوحش الأعظم. وبيدخلوا القلعة بحذر شديد وبيلاقوا بيت دهب كبير جدا، لكن الأهم بيلاقوا الوزة الصغيرة اللي بتبيض دهب، وبيقرروا يسرقوها بدل ما يشيلوا البيض التقيل. لكن وهم بيهربوا بيصحوا الوحش الأعظم، وكلهم بيترعبوا وبيجروا بأقصى سرعة على شجرة الفاصوليا وبينطوا في الهواء وهم ماسكين الوزة، وبأعجوبة بيقدروا يهربوا وينزلوا للأرض بسلام. وبالليل التلاتة بيحتفلوا بنجاح المهمة، وبنحس إن العلاقة بين بوس وكيتي بدأت تتطور وبقى في إعجاب متبادل. وبوس بينام وهو مرتاح أخيرا، لكن بيصحى على كارثة وبيلاقي إن جاك وجيل بيهجموا عليه وبيضربوه على دماغه وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي إن كل حاجة اختفت حتى هامتي وكيتي. فبوس بيتجنن وبيتبع أثرهم في الصحراء، والمفاجأة إن الأثر بياخده لحد مدينة سان ريكاردو. وبيدخل المدينة وبيلاقي الناس كلها بتحتفل بهامتي لأنه جاب لهم ثروة دهب للمدينة. وبوس بيحاول يواجه هامتي، بس هنا هامت بيبصله ببرود وبيقوله إن ده كله كان خطتي من البداية. يعني جاك وجيل كانوا شغالين لحساب هامتي، والرجالة اللي في البار في أول الفيلم تبع هامتي. حتى كيتي للأسف كانت عارفة الخطة، وهامتي عمل الفيلم ده كله والمغامرة دي كلها بس عشان يخلي بوس يرجع لمدينة ريكاردو تاني ويتم القبض عليه كعقاب ليه على إنه سابه زمان يتقبض عليه. والشرطة بتحاصر بوس، وبوس بيطلع سيفه ومستعد يقاتل جيش بحاله، لكن عينه بتيجي على ماما إيميلدا، وعشان خاطرها بوس بينزل سيفه وبيستسلم، وبيتم رميه في أسوأ زنزانة في السجن. وفي السجن بوس بيكون محبط ومكسور، لكن بيقابل سجين عجوز بيكون اسمه جاك، وبنعرف إنه صاحب الفاصوليا الأصلي، وإن هامتي كان مسجون معاه وسرقها منه قبل ما يخرج. وجاك بيقول لبوس معلومة بتوقف شعر راسه، إن الوحش الأعظم اللي فوق السحاب مش مجرد حارس، دي أم الوزة، وهي جاية في الطريق وهتدمر مدينة سان ريكاردو كلها عشان ترجع بنتها. فبوس بيدرك إن المدينة وماما إيميلدا في خطر ولازم يخرج بأي تمن. وهنا بتظهر كيتي من جديد، وبيظهر إن ضميرها صحي وقررت إنها تصلح غلطتها، وبتساعد بوس إنه يهرب من السجن باستخدام مهارتها في القتال. والأسطورة رجع من تاني، وبيروح لهامتي اللي كان بيحاول يهرب بالوزة. لكن فجأة المدينة بتبدأ تتهز وبيكون في زلزال قوي بيضرب المكان والسما بتضلم، وفجأة وحش عملاق بينزل من السحاب، وبتكون الوزة العملاقة وصلت المدينة. وبوس بيواجه هامتي وبيقوله انت دمرت حياتي، بس دي مدينتنا وان دي ماما إيميلدا اللي ربتنا ولازم ننقذهم. والكلمات دي بتلمس قلب هامتي، وبيقرروا يتعاونوا للمرة الأخيرة، وبيلاقوا إن الأم بدأت تكسر المباني وتدور على بنتها. فبوس وهامتي بياخدوا الوزة الصغيرة وبيجروا بيها على جسر المدينة عشان يسحبوا الأم بعيد عن البيوت، لكن الجسر بيبدأ ينهار من وزنها، وبالفعل الجسر بيقع وهامتي والوزة الصغيرة بيقعوا في الهواء. لكن بوس بيقدر يلحقهم هما الاتنين، بس ما بيقدرش إنه يسحبهم الاتنين مع بعض، وإنه لازم يضحي بواحد. وهنا هامتي بياخد قرار البطل الحقيقي وبيضحي بنفسه عشان ينقذ المدينة، وبيفلت ايده من بوس وبيقع في الوادي. وبوس بينقذ الوزة وبيديها لأمها، وبوس بينزل جري عشان يشوف هامتي، لكن بيلاقي إن قشر البيضة مكسور، وبيكتشف إن قلب هامتي اتحول لبيضة دهب، دلالة على إن قلبه كان نضيف من جوه. والأم وهي طايرة بتاخد البيضة الدهب معاها للسحاب. المدينة كلها بتتفرج، بوس أنقذهم كلهم، وماما إيميلدا بتكون فخورة بيه. وبوس رجع شرفه تاني وبقى بطل المدينة من جديد، لكن في نظر القانون هو لسه عليه أحكام ومضطر إنه يهرب. وبيودع ماما إيميليا وبيهرب مع كيتي اللي بقت شريكته، وبيمشوا مع بعض في غروب الشمس
عشان تبدأ أسطورة جديدة لبوس إن بوتس. وهنا بيخلص الجزء الأول من أسطورة بوس إن بوتس. قولولي في التعليقات إيه أكتر مشهد عجبكم في الفيلم، وهل تحبوا نعمل ملخص للجزء التاني ولا لأ؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام.